رمضان كريم. حابة اليوم أحكي وياكم عن أكثر الأسئلة اللي تردنا بخصوص علاجات الأسنان بأثناء شهر رمضان. واحدة من الأسئلة الشائعة اللي تجينا من المراجعين سواء بالعيادات التعليمية أو بالعياداتنا الخاصة، هل عمل الأسنان، الحشوات، التراكيب، الزراعة تفطر أو لا؟ إحنا بالبداية البنج أيضًا ممكن يسألونا عليه، البنج يفطر أو لا؟ البنج يعني منطقيًا هو ما راح يفطر، لأن هو راح ينزرق في داخل الأوعية الدموية. في بعض الأحيان وإن يعني شوية من عنده إذا وقع في داخل الفم ممكن يبصق المراجع بكل سهولة، فلذلك هو مبدئيًا ما راح يفطر. كعمل إحنا عندنا أدوات الحفر يصدر من عندها الماء في أثناء عملنا، ممكن نستخدم فد شي اسمه، أكيد اللي رايح عيادات أسنان راح منتبه عليه، اسمه الحاجز المطاطي. هذا يتركب في داخل الفم وبألوان مختلفة، إذا يعني الأغلبية أكيد رايحين عيادات أسنان ومنتبهين عليه. هذا راح يعزل أي مادة إحنا نستخدمها حتكون خارج فم المراجع. طبعًا بعد إكمال العمل نرفعه، وبهيجي حالة حيكون يعني ما سوينا فد تداخل أدى إلى إنه المراجع يفطر ومن هاي الأمور. واحدة أيضًا من الشغلات خلينا نقول الشغلة الثانية اللي هواي ننسأل عليها هي شلون أعتني بأسناني أثناء الشهر الفضيل. هي نفس الروتين، نفس الروتين ما قبل رمضان، نفس الروتين عند الشخص الصائم، نفس الروتين عند الشخص المو صايم. التفريش مرتين إلى 3 مرات يوميًا، طبعًا مع الأخذ بنظر الاعتبار إنه التفريش ما يفطر، لإنه يعني ما بيفيد مشكلة أو شي. وأيضًا استخدام خيط الأسنان، وهذا طبعًا مثل ما نعرف في يعني أنت إذا بالسحور مفرش ومستخدم خيط الأسنان، فراح تضمن حتى بأثناء فترة الصيام تقدر تفرش وما حتكون أكو فد مشاكل معينة. وأيضًا ناهيك عن إنه ترى أسباب مثلًا رائحة الفم الكريهة مو فقط تكون لإن أنت صايم أو لإن أنت هسه ما تقدر تفرج، لأ، في بعض الأحيان ممكن عندك الكثير من الحشوات هاي تسببها، جسور معمولة بصورة غير صحيحة أيضًا تجمع أكل وممكن تسبب روائح فم كثيرة. فهو يعني بصورة عامة وباختصار خلينا نقول العناية هي نفسها عند الصائم وعند الشخص المصايم، أو في رمضان هي نفسها نفس الروتين نتبعه قبل رمضان. وأتمنى لكم إن شاء الله قبول الطاعات. شكرًا جزيلًا.